ازيك يا صديقي الكتالوني؟ عامل ايه رأيك في خط هجومك وخط دفاعك وخط وسطك وفرقتك عامة بشكل عام من غير بدري النهارده؟ بكلمك بجد والله، قول لي بأمانة ايه رأيك فيها؟ يعني اعتقد ان الساعة كام؟ الساعة داخلة على 2 دلوقتي. ده معناها ان الناس كلها نامت او اغلبها نامت يعني، فمحدش هيقول لك ده انت طالع بقى تطبل لبدري وبتاع، وهو لاعب في فريق منافس للفرقة اللي انت بتشجعها وبتاع عشان تكسب حب مشجعين برشلونة. بدري من اللعيبة اللي انا بنسى التيشيرت اللي هو لابسه، بنسى التيشيرت اللي هو لابسه بيشجع فرقة ايه وانا بشجع فرقة ايه، والكرة وهي في رجله اللي هو بلاقي نفسي كده تلقائي، حاجة تلقائية كده، فاهم؟ اللي هو في لعيب هنا والاقيه بيوصل له الكرة فعلا، وبعد كده ارجع اقول ايه ده؟ انا بقول ايه؟ ولا انا بقول في لعيب هنا وبفرح ان الكرة بتوصل له وعيني بتستمتع ليه؟ ده بيلعب في فريق الخصم. ما بفهمش ايه اللي حصل. بقعد افكر كده مع نفسي، يا جماعة لا، يعني العين بتحب تشوف الحاجة الحلوة. ده بيقدم حاجة حلوة، حاجة حلوة. الراجل ده بيقدم سحر يا جماعة. الراجل ده مش بيقدم كورة. انا يعني الكلمة دي قلتها اكتر من مرة، انا راجل مش من محبين لعيبة الوينجات ولا الاسترايكرات انا راجل بحب لعيبة نص الملعب. فانا يعني من بدايه ما اتفرجت على كوره من وانا عيل صغير، اتفرجت على حاجات كده في اواخر زيدان كده، يعني عارف اللي هي ايه كده، وقاعد بقى عايش بقى طول في فتره تشجيع ريال مدريد مع لوكا مودريتش وسحر لوكا مودريتش ووش رجل الخارجي بتاع لوكا مودريتش. فبدري ده يا جماعه لعيب هربان من زمن، لعيب هربان من لعيبه الكوره بتاعت زمان. بدري ده يا جماعه لعيب كوره، بدري ده لعيب موهوب يا جماعه، لعيب موهوب والله العظيم ثلاثة. لعيب يخليك تحبه. يعني بغض النظر ما بحبش اي لعيب يتصاب اذا كان في فرقتي او في فرقه الفرقه اللي هي منافسه ليا، بس بجد بدري لما تحس ان يعني وقع كده خلاص، تحس ان هو هيتصاب في ماتش النهارده كده، لا يا عم كمل يا عم، لا يا عم قوم يا عم وكمل الماتش يا عم، عايزين نتفرج على جمال شويه.